ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض وصفة النهاردة. جبت الحلة بتاعتي وهبدأ كده مقطعة معايا البصل بتاعي دواير حلقات، ومعايا كمان الفلفل وهبدأ ارصهم في الحلة بتاعتي وانا مولعة النار على الحلة. هبدأ ارص البصل والفلفل، وكمان مقطعة طماطم شرايح، وكمان جايبة جزر ومقطعاه شرايح. هجيب بقى اللحمة بتاعتي متقطعة مكعبات، اي قطعية لحمة متوفرة عندك تقدري تعمليها. هجيب نفس الموضوع تاني، نفس الخضار المتوفر عندك تقدري تستخدميه طبعا. هجيب طبعا فلفل وطماطم وكمان بصل، وهبدأ كده احطه كده كله على الوش زي ما انتوا شايفين. هرصص كده فوق بعضه. الطريقه دي اسمها اللحمه المكموره، بجد مش قادره اوصف لكم الطعم والريحه، حاجه كده بتبقى رهيبه. حطيت كمان حوالي معلقتين كبار من الزبده، هنزل عليهم بقى برشه من الفلفل الاسمر، وكمان حبه من الروزماري، وكمان رشه صغيره من الريحان المجفف لو متوفر، بيدي ريحه حلوه قوي. كمان رشه من البهارات او 7 بهارات او بهارات لحمه المتوفر عندك تقدري تستخدميه. وهحط كمان حبه صغيرين قوي من السماق. بعد كده هجيب الغطا بتاعي وهغطي بقى الحله بتاعتي لحد ما الزبده بتاعتي تسيح والخضار بتاعي ينزل ميته زي ما انتوا شايفين، دي الميه اللي نزلت منها. هجيب بقى الميه بتاعتي، هجيب ميه معايا ما تكون مغليه لازم. بعد كده هنزل بيها وهسيب بقى اللحمه بتاعتي تستوي في قلب الخضار. مش قادره بقى اوصف لكم، لما بتستوي بتبقى حاجه كده خطيره. بعد ما اللحمه طبعا ما بتستوي بنبدا بقى نملح اللحمه بتاعتنا، وهنظبط الملح بتاعها على حسب الرغبه. هبدا بقى اقلب اللحمه بتاعتي بعد ما ملحتها عشان تاخد من الملح بتاعها، وبعد كده هسيبها تغلي غلوتين في الملح، وبعد كده هقدم الطبق. مش قادره اوصف لكم، طبعا الوصفه سهله وبسيطه وما بتاخدش معايا اي وقت خالص. ده كان شكل الطبق بتاعي بعد ما قدمته، مش قادره اوصف لكم بقى ريحه وطعم بقى وشكل حاجه كده رهيبه. تقدري تقدميه وتزينيه بالطريقه اللي انت تحبيها مع شويه رز او رغيف عيش وشويه طحينه والف هنا. جربوا الوصفه واستنى رايكم.